الفيديو اللي فات عرفنا ان كين حصل على الحماية من مستوى العشرة من جميع الآلهة. بعد ما والده شاف حماسه ده قرر انه يعين مدرسة عشان تعلمه، فبيفرح كين والخدامة كمان تهنيه على ده. كين بينام على سريره وهو غرقان في التفكير، مين ممكن يكون معلمه؟ ممكن يكون غول؟ وبعديها بتعرفه الخدامة انه استاذ وصل، وهو متحمس جدا لدرجة انه بيستخدم سحر النقل، وبيلاقي نفسه على شباك اوضته وما بيقدرش يسيطر على نفسه، فبيقع على ميلي. ومن خلال كونه طفل بتعتبر نينا انه نط من الشباك عادي، وكين بيكون محرج جدا وبيبدأ يعرف نفسه لمعلميه ميلي ونينا. ميلي بتبدأ تقدم نفسها لوالدين كين، بتقدم نفسها بطريقة رسمية شوية وبيبان عليها التوتر، وبيجي الدور على نينا اللي بتكون هادية جدا مقارنة بميلي. عشان كده ميلي تقول لها ان ما ينفعش تكوني وقحة وانت بتعرفي نفسك، بس والد كين بيقول لهم ان لازم يكونوا غير رسميين، وقال لهم كمان ان لازم يعلموا كين مهارات المبارزة والسحر في ال3 سنين الجايين بدون اضاعة اي دقيقة. بيبدأوا يعلموا مهارات المبارزة على الارض عشان يعرفوا قوته. بيبدأ يعمل شوية حركات كده بالسيف، واللي بتبين انه محترف مش طفل عنده 5 سنين. عشان كده نينا تقوله انه احسن منها في استخدام السيف، وبتحاول ميلي انها توجه له ضربات بالسيف عشان تختبره، بس بيصدها بسهولة جدا. عشان كده تطلب نينا ان تشوف حالته، بس طبعا كين بيرفض وبيقول لها ان والده ما بيسمحش انه يوري حالته للغرباء. في الوقت ده بتسلمه ميلي لنينا عشان تعلمه السحر. بعد النزال ده ميني كانت منهكة جدا، بينما كين كأنه ما دخلش اي نزال اصلا. فبتقول له نينا انها تبدأ معه بالاساسيات، بس كين بيقول لها انه عارف الاساسيات بالفعل واتدرب عليها كمان، وبيبدأ يوريها شوية من قدراته. فبيظهر كورة مية وكمان كورة نار، وبيطلع حاجة زي رصاص كده بتخرج الجدار. نينا وميلي بيكونوا مصدومين جدا من اللي شافوه، عشان السحر اللي استخدمه مش موجود في الكتب اصلا، وعشان يوصل لحاجة زي دي فلازم يتدرب عليها لمدة سنوات. اما طفل عنده 5 سنين مستحيل، وكمان عنده القدرة يعمل كل انواع السحر ده غير قدرة المبارزة. عشان كده يفتكروا ان مفيش اي حاجة ممكن يعلموها له بعد كده. بيظهر لهم فوطة، وبيظهر كمان صندوق العناصر اللي بيخليهم مندهشين اكتر، وبعديها بيطلب منهم يخرجوه بره القصر، وبيقنعهم انه مستعد لده. فبيشوفوا انه اقتراحه كويس، وبيقرروا انه ياخدوا الاذن من والده. كين بيكون مبسوط جدا عشان هيقدر يطلع للمرة التانية، فبيروحوا عشان ياخدوا الاذن منه، الا ان جارم بيرفض الفكرة في الاول، وبيقول انه مش مستعد يخرج بره وانه لازم يتدرب اكتر في القصر. بس ميلي ونينا يقدروا يقنعوه انه يخرج بره، وكمان بيعرفوه انه وصل لمستوى عالي جدا بس من اول يوم. ده بيخلي جارم متفاجئ جدا. اي نعم هو عارف ان ابنه مش طبيعي، بس مش للدرجة دي. بيخرج كين من القصر اخيرا، وبيطلبوا منه انه يعمل اي حركة سحر متوسطة القوة كده. فكين بيعمل موجة نار قوية جدا بيدمر بيها الجبل، فبيصدمهم مرة تانية عشان دي مش حركة متوسطة القوة، دي حركة عدت العالية اصلا، وبيكونش منهك بعد الحركة دي. المفروض انها تستنفذ طاقة كبيرة جدا. وبيقول انه مش حاسس انه عمل حركة قوية ولا حاجة، وبيقول لهم انه عنده قدرة غير محدودة على تحمل اداء السحر. وبيحس فجأة ان في خطر حواليهم، فبيلاقوا ارنب قاتل بيهجم عليهم. المدرسين بيكونوا مستعدين لمواجهته، بس الارنب بينط من فوقهم وبيوصل لكين، اللي بيقدر يقتله بضربة واحدة بس من رصاصة جوية. دي كانت ضحية كين الاولى. عشان كده كين كان حابب يحتفظ بالمشهد ده في صندوق السحر عشان يوريه لاخته ووالدته، وبالطريقة دي يقرروا يواصلوا صيدهم، وبيستخدموا سحر تحديد موقع العدو. وفي غضون لحظات بيقدروا يحددوا عددهم، وبيعرفوا انهم بعيد عنهم 300 متر بس. دلوقتي جه وقت كين عشان يكون فضولي، وبيكون عايز يتعلم تحديد موقع الوحوش. فبيجرب يعملها، في بيلاقي انه يقدر يعرف مكان العدو وكمان يعرف عددهم. بيتصدموا تاني لانهم عارفين ان مش كتير بيعرفوا يعملوا كده، وحتى اللي بيقدر يعملها فاكيد ما بيقدرش يعملها في يوم واحد. ودلوقتي ادركوا انه طفل مش عادي. فبيروح كين اول واحد للوحوش دي وبيضربهم بالنار، وتقدر لينا تقتل واحد، اما التاني فبتتعامل معها ميلي. ولما كان كين على وشك يقتل الاخير يهرب منه على الغابة، فبيحاول كين يلحقه، بس نينا وميلي ما بيسمحوش ليه انه يدخل الغابة عشان الوحوش الخطر اللي موجودة في الغابة. وبيقولوا له انهم كمان ما يقدروش يدخلوا الغابة عشان ما يقدروش يهزموا كل الوحوش دي مرة واحدة، وان الوحوش دي بتطلع من الغابة مرة كل 10 سنين عشان تهاجمهم. وده تفسير سبب بنيان جدار المدينة بالقوة دي، طبعا عشان يحميهم من الوحوش.
وكمان بيشجعوا كين على انه يبقى قوي بما فيه الكفاية عشان يقدر يتغلب على الوحوش دي. وبمجرد رجوع كين للبيت فبيتفقد حالته عشان يتفاجئ انه وصل للليفل 8، ومستغرب انه وصل للليفل ده بمجرد انه قتل كام ارنب بس، وبيفضل ليفلين بس عشان يوصل ل10. وبيبدأ يلوم الآلهة عشان بسبب القوة المفرطة دي ممكن يتعرض للقتل من المملكة لأنه هيشكل خطر عليهم. بس كل ده مش شاغل باله، هو بس مركز على انه يكون مغامر. في صباح اليوم التالي قرر معلميه تعريفه على الوحوش. بيروح نقابة عشان يعرفوا الوحش الأقوى اللي ممكن يهاجموه. موظفة الاستقبال بتكون مستعدة تدلهم عليه، اللي ما يقدرش حتى يسجل اسمه في النقابة بسبب سنه. بيظهر مغامر برتبة بحرية وبيقطع حديثهم، وكمان بيهين ميلي وبيأمرها بصب المشروب في كاسه، فبتمنعها نينا من انها تعمل ده. فبيحس بإهانة كبيرة لأنه محارب، فبيعتبر دي إهانة كبيرة ليه. فبيمسك ميلي ونينا بس كين بيطلب منه انه يسيبهم، فبيسخر من كين كمان بس كين مسكتش، فبيوقعوا في الارض بضربة واحدة. فبيهاجم كين مرة تانية بس كين بيوقعه تاني. حس انها هتكون اهانة كبيرة جدا في حقه، فبيشيل سيفه وبيبدأ مهاجمة كين، وبيقدر كين يتفادى كل الضربات بسهولة، وبيمسك السيف بين صوابعه وبيرميه بره النقابة. فبيبدأ يهدد المحاربين اللي محتاجين ميلي بس رفضوا انهم يسيبوها، وكمان هددوا بقتلها، وطبعا كين مسكتش وخلاهم يلحقوا سيدهم. فبتشكروا نينا على حمايته ليهم. بعد 3 سنين وانتهى العقد اللي بين كين وبين معلميه، فبيقرر كين انه يحضر لهم هدية قبل ما يودعهم. فبيروح الغابة عشان يجيب لهم هدية من هناك، وبيواجه تنين ارضي وبيقدر يقضي عليه بالنار. لما جند المراقبة شاف النار خارجة من الغابة افتكر ان التنين بيهاجمهم وضرب الجرس بسرعة، فخرج برضه بسرعة ومعاه عدد من الفرسان عشان يواجهوا التنين. بس لما بيوصل هناك فبيلاقوا حفرة كبيرة ومنديل كين، فبيعرف ان التنين ما كانش بيهاجمهم وان كين قضى عليه. وبيروح في اليوم التاني عشان يواجه قطيع كامل من الذئاب ويقضي عليهم برضه. فبيروح عشان يسلم الهدية اللي عملها بإيده لمعلميه. الهدية عبارة عن صندوق صغير، بس الصندوق عنده القدرة انه ياخد غول وتنين في نفس الوقت، وده اللي خلى ميلي ونينا منبهرين جدا عشان الصناديق الصغيرة دي بتقدر تاخد حاجات كبيرة جدا، ولما تخرج منها بترجع تاني لحجمها الطبيعي. واخيرا بيودع معلميه ويقولوا له انه يقدر يكلمهم ويطلب منهم المساعدة في اي وقت. وهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيه ومستنى اشوف دعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.